حلت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية السيدة جيل بايدن بعد ظهر السبت بمراكش في إطار زيارة إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار مراكش المنارة، وجدت السيدة جيل بايدن في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء. وبعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية كل من السيد كريم قسي الحلو والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والسيد سمير جودار رئيس المجلس الجهوي. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة جيل بايدن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد بوني تالور وعقيلته السيدة ستار سارج، وكذا القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء السيد لورانس راندولف. إثر ذلك قدم للسيدة الأولى للولايات المتحدة السيدة جيل بايدن التي ترافقها في هذه الزيارة ابنتها أشلي بايدن وشقيقتها بوبي جاكوبز، قدم التمر والحليب جريا على العادة المغربية الأصيلة. وبعد استراحة في القاعة الشرفية بمطار مراكش المنارة، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية إلى مقر إقامة ضيفة المغرب الكبيرة.